ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن ازاي تحافظ على كلبك في الحر. الكلب حيوان ما عندوش مسام في الجلد، بيعرق منها وعشان كده بيلهث لما يكون حران، واحتمال الكلاب للحر بيبقى ضعيف جدا، وعشان كده لازم في الجو اللي احنا فيه ده نتبع شوية خطوات. يلا بينا نبتدي. رقم واحد، لازم يكون كلبك عنده طبق مية طول الوقت، كل ما يفضل تملاه، ولو تقدر تحط له تلج في المية يكون أفضل. رقم اتنين، لازم كلبك يكون في حتة ظل طول النهار، وتبعده تماما عن الشمس لأن ممكن يجيله احتباس حراري فوري ولا قدر الله يموت في ساعتها. رقم تلاتة، ما تأكلش كلبك في النهار خالص، ولو طلعته بره يبقى على قد وقت الحمام بس، وتدخله تاني على طول. أكله وجبة متينة بالليل، وما تجرهوش بعدها بساعة على الأقل. رقم أربعة، تقدر تحط نقط أملاح معدنية مخصصة للكلاب في المية بتاعته عشان تساعده على الترطيب وتعويض السوائل المهدورة، وتقدر كمان تديله حتة بطيخ من غير القش لأن فيه أملاح معدنية طبيعية. رقم خمسة، اوعى تسيب كلبك لوحده في عربية أو مكان مقفول لأن الحرارة هتكون أعلى بكتير، وحاول دايما تسيبه في مكان ظل واسع، ولو تقدر رش بالمية الساقعة ورش المكان اللي بيقعد فيه. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.